دايما لما تيجي تتعلم اي حاجه جديده بيكون في جاب او فرق كبير ما بين الحاجه اللي انت فاكر نفسك ان انت عليها وحقيقتك بالفعل، المستوى اللي انت فاكر ان انت عليه والمستوى الحقيقي بتاعك. دي حاجه بقى اسمها دانينج كروجر افكت او تاثير دانينج كروجر يعني. طب الكلام ده بيحصل ليه وايه تاثيره عليك وممكن يوصلك لايه بالظبط وازاي تقدر تتجنبه؟ كل الكلام ده هنقوله في الفيديو، فحاول تتفرج عليه للاخر علشان بجد دي حاجه احنا بنتعرض لها كلنا تقريبا وبتاثر على حياتنا كلنا شئنا ام ابينا يعني. بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، ولو انت بتحب النوع ده من الفيديوهات، ويا سلام لو تعمل لايك كمان للفيديو بقى، ولو في اخر الفيديو ما عجبكش ممكن تعمل له ديسلايك. طيب دانينج كروجر افكت او تاثير دانينج كروجر ده بيقول لك ان دايما بيكون في جاب او دايما الواحد بيبقى فاكر نفسه ان هو احسن من حقيقته اللي هو عليها فعلا. يعني ايه؟ اديك مثال، اي حد بيتعلم سواقه جديد اول ما بيعرف بقى ازاي يمشي العربيه وازاي يدور وازاي يدوس بقى دبرياش وفرامل وبتاع، هتلاقيه عايز يمشي بسرعه وهتلاقيه واثق في نفسه زياده عن اللزوم، مع ان في حاجات كتير هو لسه ما تعرض لهاش، بس هو بيبقى فاكر ان السواقه مجرد ان هو عرف يمشي العربيه صح. ففي الحاله دي دانينج كروجر افكت بيقول لك ان هو بيبقى شايف ان هو جامد في السواقه او بيعرف يسوق، بس الحقيقه ان هو لسه مش بيعرف يسوق علشان يسوق بقى بالسرعه او في الطرق اللي هي الصعبه اللي هو بيسوق فيها. مثال تاني مثلا الناس اللي بتتعلم الاستثمار او ان هي تحط فلوسها في اسهم بقى او في ايا كان، اول ما بيتعلموا البيزكس او الاساسيات ممكن يحطوا فلوس كتير قوي، وفي الغالب في الحاله دي هم بيخسروها للاسف، بس هم بيبقوا فاكرين ان هم عرفوا البيزكس اللي هتخليهم بقى اثرياء، في حين ان هم لسه مش عارفين ايه مخاطر الموضوع ومش عارفين ازاي يجيبوا منه احسن نتائج ممكنه. دانينج كروجر افكت ده كمان بياكد حاجه اسمها النوليدج كيرف، اتكلمنا عنها قبل كده، او كيرف او منحنى المعرفه. والمنحنى ده بيقول لك ان انت اول ما بتيجي تتعلم اي حاجه بتبقى عارف ان انت مش عارف اي حاجه فيها خالص عشان انت لسه ما تعرفش عنها حاجه اصلا. تيجي تتعلم الاساسيات تفتكر ان انت خلاص بقى ملكت الدنيا وما فيها، انت بقيت عارف كل حاجه وبقيت فاهم كل حاجه، وده ما بيبقاش حقيقي، بس الاساسيات اللي انت اتعلمتها بتغرك في نفسك شويتين. واحده واحده طول ما انت بتتعلم وبتعرف اكتر يبتدي وعيك ان انت مش عارف حاجه او ان انت لسه عندك حاجات كتير قوي تتعلمها يزيد، فبتبتدي تفهم ان انت لا، انت في حاجات كتير قوي انت مش عارفها. طب هو الكلام ده او تاثير دانينج كروجر افكت ده بيحصل ليه اصلا؟ ببساطه احنا لما بنيجي نتعلم اي حاجه او نعمل اي حاجه جديده علينا اوتوماتيك دايما بتبدا بالاساسيات، دايما بتبدا بان انت بس تبتدي تعملها، تبتدي تعمل اساسياتها. بس في المرحله دي احنا ما بنبقاش عارفين اي حاجه عن تفاصيلها، ما بنبقاش عارفين اي حاجه عن الحاجات اللي احنا بقى هنعرفها بعد الاساسيات دي. خلينا ناخد المثال اللي احنا اخدناه في الاول وهو السواقه. انت جيت تتعلم سواقه جديد، السواقه فيها تحديات كتير جدا، فيها تحديات ان انت راكب عربيه اصلا المفروض تبقى متعود على الدايمنشنز او ابعادها علشان وانت ماشي ما تخبطش في رصيف، ما تخبطش في اللي جنبك، المفروض تبقى متعود على دوسه الفرامل بتاعتها، المفروض تبقى عارف وانت ماشي تبص في مراياتك يمين وشمال وفوق وتحت وكل حاجه علشان تبقى عارف تمشي في الطريق مع الناس، وحاجات تانية كتير قوي يعني من غير ما نخش في تفاصيل اكتر من كده. بس هو انت لما تيجي تتعلم سواقه بقى بتتعلم كل ده؟ لا، انت لما بتيجي تتعلم سواقه مش بتبقى متوقع ان انت المفروض تتعلم كل ده اصلا، او مش بيبقى في بالك. انت السواقه تعلمها بالنسبه لنا انت تقعد على كرسي السواق، ولو بتسوق مثلا عربيه مانيوال فازاي بقى تدور تدوس على ايه بالظبط، تحط رجلك على الدبرياج، تشيل سنه سنه مش عارف ايه، تاخد السنس ده وانس ان انت اخدته، هي دي الاساسيات. بس انت ما بتبقاش مدرك ده، انت بتبقى حاسس ان انا لو عرفت اعمل كده، بس ان انا لو عرفت ادور واقوم بالعربيه وانقل من الاول للتاني للتالت للرابع انا كده بقيت عارف اسوق. ففي المثال ده واضح جدا ان انت ما بتبقاش عندك درايه او ما بيبقاش عندك اويرنس او وعي باللي انت هتتعلمه بعد كده، فده بيحسسك ان انت خلاص عرفت كل حاجه وبيحسسك ان انت بقيت سواق بقى محترف. واحده واحده بقى لما هتيجي تمشي في الشارع وتاخد اول خدش او اول خبطه صغيره او كده هتبتدي تعرف ان ايه ده، لا ده في حاجه انا ما كنتش واخد بالي منها، لا ده انا في خبره اخدتها في الحته دي، انا مش هعمل ده تاني علشان ما اتخدش. وهتعمل حاجه تانية وهتتخدش برضه عامه عن تجربه يعني. مره في مره هتبقى عارف ان لا ده لسه في كتير قوي انت لسه ما تعرضتلوش ولسه ما اتعلمتوش في السواقه. علشان كده دانينج كروجر افكت ده بيحصل، علشان انت لما بتيجي تتعلم اي حاجه بتاخد الاساسيات بس وما بيبقاش عندك درايه او وصول او معرفه بالحاجات اللي انت لسه هتتعلمها بعدين. طب الافكت ده او التاثير ده ممكن يضرك في ايه انت عموما؟ هقول لك مثال حلو جدا على الموضوع ده. انت لو بتتعلم اي مهاره جديده، مثلا بتتعلم جرافيك ديزاين، فجيت تتعلم جرافيك ديزاين، خدت الاساسيات، فتحت الفوتوشوب، اشتغلت عليه، طلعت ديزاين حلو من وجهة نظرك. وهقول لك على حاجه كمان، انت اتفرجت على توتوريالز او فيديوهات بتقول لك ازاي تعمل ديزاينز كويسه وطلعت ديزاينز زيها بالظبط، فبقيت انت ايه في وجهة نظرك؟ بقيت انت بتعرف تعمل ديزاينز زي المحترفين. ليه زي المحترفين؟ علشان ببساطه اللي انت شفت له الفيديو ده راجل محترف، راجل ديزاينر كبير وعنده بقى بورتفوليو جامد جدا، وانت عملت ديزاين زي بالظبط اللي هو عمله بنفس المهاره، فبقيت انت جامد. ده من وجهة نظرك، فخدت الديزاين ده وابتديت تدور على شغل،
عملت منه 3 4 كمان وبدات تدور على شغل بيهم، علشان انت مقتنع ان انت بقيت جامد خلاص وبقيت تعرف تعمل سوشيال ميديا ديزاينز مثلا، وبتدور على شغل بالمهاره دي. ما لقيتش شغل خالص ومحدش رضي يعينك ومحدش رضي يشتغل معاك ولا يديك شغل فريلانس، فاحبطت جدا وبقيت حاسس ان الدنيا بقى ماشيه حظوظ وان مفيش امل وان انا تعبت واتعلمت وبقيت جامد ومش لاقي شغل. انت هنا في البيك او في اعلى حته في النوليدج كيرف اللي احنا قلنا عليها. انت كده فاكر نفسك ان انت جامد جدا وانت الحقيقه ان انت لسه بتبدا. لو انت بقى مش واعي بالموضوع ده ومش واعي بدانينج كروجر افكت اللي احنا اتكلمنا فيه، ساعتها هتحبط جدا وهتوقف وهتبطل تتعلم اي حاجه جديده، او هتبطل تتعلم جرافيك ديزاين تاني وتبطل تمارسه. طب لو انت بقى واعي بده هتكمل. طب لو كملت ايه اللي هيحصل؟ لو كملت بعد كده هتدرك ان انت لسه مستواك مش رهيب زي ما انت فاكر. هتدرك بعد كده ان انت لو اتطلب منك مثلا شغل فريلانس وانت ما عندكش ريفرنس او انت مش عندك حاجه زي الفيديو اللي انت شفتها وبتقلدها، مش هتعرف تعمل نفس الجوده ومش هتعرف تطلع اللي العميل بتاعك عايزه بالظبط. مش بس كده كمان، انت هتعرف ان انت علشان اصلا تعرف تاخد شغل محتاج تعمل بورتفوليو محترم، بورتفوليو بشكل معين، مش بس ان انت تبين لحد ان انا قادر اعمل ديزاين جامد زي اللي انا عملته ده. يبقى بتعمل بروجكتس بقى بالوان معينه بتناسق معين بحاجات تانية كتير. الكلام ده بقى كله انت ما كنتش هتعرفه لو وقفت في اول خطوه، لو وقفت في الخطوه اللي قالت لك ان انا جامد جدا ومش لاقي شغل. بس كنت هتعرفه كويس لو انت عارف دانينج كروجر افكت ده بيعمل فيك ايه وكملت برغم ان انت فاكر ان انت جامد، كملت ان انت تتعلم وتعرف اكتر. طيب احنا اتكلمنا كتير كده على دانينج كروجر افكت وانا ما قلتلكش انت ممكن تعمل ايه او ازاي تتخلص منه او ازاي تتجنبه. هقول لك دلوقتي 4 حاجات تعملهم وتاخد بالك منهم كويس علشان تتجنب الافكت ده او التاثير ده في حياتك عموما وفي اي حاجه انت بتتعلمها جديد. اول حاجه، ودي حاجه انت لو بتتفرج على فيديو حد دلوقتي انت عملتها خلاص، ان انت تبقى اوير او واعي بدانينج كروجر افكت ده او بافكت او تاثير ان انت بتبقى فاكر نفسك جامد وانت مش جامد قوي. مجرد وعيك بيه هيخليك تبقى عارف ان دايما لسه في تاني، دايما لسه في شغل، دايما لسه في تعليم مهما كنت انت فاكر ان انت جامد. فانت دلوقتي واعي بيه، فكر نفسك بيه بس كل ما تيجي تتعلم او تعمل اي حاجه جديده. تاني حاجه تقدر تعملها ان انت تركز على البروجرس او الشغل، تركز على النمو وتركز على التعلم. ما تركزش خالص على المثاليه او الكمال، ما تركزش خالص على فكره ان انت بقيت تعرف تعمل حاجه كويس قوي فانت كده بقيت تمام. ركز على الشغل، ركز على ان انت تعمل الحاجه دي مره واثنين وثلاثه واربعه وعشرة مهما كنت شايف ان انت بتعملها كويس، علشان انا باكد لك بجد ان انت المره ال20 ان انت هتعمل فيها نفس الحاجه لما تيجي بقى تقارنها برابع او خامس مره هتلاقيهم مختلفين جدا، وساعتها هتعرف ان في تطور وان انت كان في حاجات كتير انت لسه ما اتعلمتهاش ولسه ما عملتهاش وما تعرضتلهاش. فتاني حاجه هي ان انت تركز على الشغل وعلى التعليم وعلى الممارسه اكتر ما تركز على فكره ان انت تقيم نفسك ان انا بقيت كويس. اشتغل وانت مغمض عينيك من الاخر. ثالث حاجه تقدر تعملها ان انت كل ما تيجي تفتكر ان انت جامد او تحس ان انت بقيت جامد قوي في حاجه، اسال نفسك سؤال مهم قوي، هو انا ايه دليلي على ده؟ ايه دليلي ان انا جامد؟ طب لو احنا هنا رجعنا للمثال بتاع ان انت بتتعلم جرافيك ديزاين مثلا، فانت دليلك ساعتها ان انا دلوقتي عملت ديزاين زي اللي انا شايفه على اللابتوب ده اللي واحد جامد جدا هو اللي عمل، انا عملت زيه بالظبط فانا كده جامد، هو ده دليلي. لا، مش ده الدليل اللي انا قصدي عليه. الدليل اللي انا قصدي عليه هو انت بتتعلم جرافيك ديزاين ليه؟ علشان توصل لان انت تشتغل بيه صح فيجي لك فلوس. هل انت اشتغلت؟ لا. انت محتاج بقى النوع ده من الادله. دليل ان انت تبقى جامد ان انت تبقى فعلا طلعت منه فلوس، وهو ده الجمدان اللي انت عايز توصل له، يعني مش اي حاجه تانية. فلو عندك الدليل يبقى انت تمام، لو ما عندكش الدليل الكافي او المرضي يبقى انت لسه عندك حاجات تعملها وعندك حاجات تتعلمها وتشتغل عليها. رابع حاجه واخر حاجه تقدر تعملها علشان تتجنب الموضوع ده خالص، ان انت دايما تاخد فيدباك او تاخد اراء من الناس. تاخد اراء من الناس على اي حاجه انت بتعملها او اي حاجه انت بتتعلمها جديد، تاخد ارائهم على مستواك. وطبعا يا ريت لما تاخد راي حد يبقى هو اصلا مؤهل ان هو يديك الراي ده. يعني ما ينفعش برضو لو اتكلمنا على نفس المثال ان انت تبقى بتيجي تتعلم جرافيك ديزاين او سوشيال ميديا ديزاينز، تصميمات سوشيال ميديا، وتيجي تاخد راي مثلا اخوك اللي هو مالوش خالص في الديزاينز، ممكن يقول لك الله حلوه قوي عشان هو حاجه جديده عليه. لا، انت تاخد راي حد اصلا سبقك في المجال ده شويه ويقدر يساعدك او يقدر يقول لك حاجه فعلا حقيقيه تعرفك انت فين من الدنيا. لو عملت الاربع حاجات دول دايما في اي حاجه انت بتتعلمها او بتعملها جديد، اعتقد ان انت هتتجنب خالص الافكت ده وهتبقى دايما عارف انت فين من الدنيا ومحتاج تروح فين ومحتاج تتعلم ايه تاني. لو انت بتتفرج على الفيديو لحد دلوقتي اعتقد ان هو ممكن يكون عجبك، فيا ريت تعمل له لايك ويا ريت تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، وشكرا جدا ان انت اتفرجت لحد دلوقتي. بس كده، السلام عليكم.